السلام عليكم. نبدي الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا عندنا إخبان العباية، طلبتوا من عندي نزل لكم فيديو إخبان العباية. أنا منزلت لكم فيديو سابق إخبان العباية، ذاك الفيديو أنا مسوي بيه باترون، وهي هاي طريقتي. طبعا أنا كل ما أخيط عباية أخلي هذا الباترون وأخط الإخبان على الفجة الجوانية ويكون أسهل. فهنا هسه عدنا هاي العباية، طلبتوا من عندي طريقة ثانية. هسه راح انزل لكم هاي الطريقة ثانية. هسه هاي العباية مخيطتها فجتين الفوق والجوة. نبدي ناخذ على نخطط على الفجة الجوانية. هسه هاي من جهة باطن العباية. هنا نقيس شبر ونحدد بالطباشير. تريدون تحددون دنابيس تخلون دنبوس، تريدون بالطباشير. هسه انا حددت بالطباشير. وتقيسون مسافة شبر عن التحديد الاول شوية، تحاولون تصعدون شوية عن الشبر. كل ما جاي يعني تسوون ميلان. تريدون تخططون من كل تحديد تخططون تسوون خط، تريدون لا بس تخلون بس تحددون بالطباشير وتعيفونه. هسه مثل ما قلت لكم بالبداية شبر. المراية قصيرة صاحبة العباية خلوا أكثر من شبر، أخذوا. هسه هنا نخلي هيجي شبر وثلاث أصابع. كل ما جاي نصعد من البداية ليم الردن. هسه هنا ناخذ أكثر شبر وأربع أصابع وجيف. هسه هنا رحت جوا الردن. هاي فتحة الردان مقابلها مباشرة. ناخذ أكثر هنا حددت لكم بالبداية، وهنا مقابل الردان لا ناخذ شبرين. إذا صاحبة المراية قصيرة تاخذون أكثر من شبرين، شبرين وثلاث أصابع أربع أصابع. وتسوون شلون الخط المائل، لا ما تريدون كل شوية تقيسون، همين يصير عندكم من جو الردان لحد ما حددتوا آخر شي تجرون خط مائل، راح يصير عندكم شلون القوس. هسه هنا هاي التحديد جو الردان. نبدأ النوب ننزل شوية 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 ننزل. هسه من هنا هذا شبر وفتر. مثل ما قلت لكم تريدون تجرون خط من كل ما تحددون تريدون بس لا تعيفوها هيجي. هسه هنا اجيت للظهر. الظهر يصير عندكم مقابل الراس، مقابل الراس وهذا الظهر. وين الوصلة مال الرقبة هو هذا الظهر. الظهر تاخذون أربع أصابع كيف، خمس أصابع.
هسه هذا بين من جو الردان بين الظهر. بس بنات مثل ما قلت لكم، اني طريقتي اللي متعودة عليها هي طريقة الباترون، وانا منزلت لكم فيديو شلون تخبنون على الباترون وشلون تسوون الباترون. تجيبون نايلون وتجيبون عباية صافية خبانها وتخلون النايلون عليها وتقصون تطلعون الباترون. قد ما تخيطين عباية على الفجة الجوانية تخلين الباترون وتخطين رأسا يطلع جن أخبان. هسه أنا حسب طلبكم ونزلت هاي الطريقة. هسه أنا من كملت هاي الجهة الثانية نفس القياسات. هسه هذا الظهر بنات على 4 أصابع، كل شوية نوب وصعدون من تكملون الظهر نفس الطريقة اللي سويت لكم إياها بالبداية. هاي الجهة الثانية نفس الشي. هنا نجيب خيط وإبرة، أي خيط ألوان، لما نضبط الإخبان على الزبونة إلا نخيط بالخيط الأسود. أي خيط ألوان نكوك بيه. هسه من ما حددنا نقيس، مثل ما قلت لكم نحدد من جهة باطن العباية مو من جهة الوجه. هسه هنا نكوك. واكيد بنات خلي اقول لكم اكيد الاخبان ما يطلع صافي 100%. انا طريقتي مالت الباترون يطلع بيها شغلات بسيطة. هم ما اقول لكم مرات صدفات يطلع الاخبان صافي، يطلع بيه شغلات يعني شوية صاعدة نازلة، مرات يطلع لا صافي بس طويل على الزبونة او قصير، لا الزبونة طويلة يطلع عباية قصيرة عليها. فانتم حاولوا تصفونها قبل لا تجي الزبونة. عندك بنتك لبسيها لبنتك وشوفوا شنو الطويل شنو الصاعد شنو نازل بالعباية. العباية صافي خبانها مو صافي. اذا تقولين ما عندي بنية عندك ابن شوية كبير تلبسيها لابنيك ما بيها شي بس تقيسيها عليه. لا ما عندك احد بالبيت، عندك اختك عندك مرات حماك تلبسيه اياه وتشوفين شنو اللي صاعد بيها تصفينها حتى ما تجي الزبونة. اذا انت حافظة طولها تقدرين بس تلبس الزبونة تجي فيت عليها تخيطيها بس. ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو واتمنى استفاديتوا ومع الف سلامة.